تعالوا مع بعض نعمل أجمل صينية رز معمر فلاحي في الفرن بمكونات سهلة: رز ولبن. يا مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا ام توتة جايه لكم النهارده في فيديو جديد. يا ريت تتابعوني للاخر، ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة وتابعوني عشان يوصل لكم كل جديد. هنعمل النهارده مع بعض طريقة عمل الرز الفلاحي على اصوله، خطوة خطوة من اول الغسيل لحد ما بندخله من الفرن ونطلعه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، تابعوني للاخر. اول حاجة هنا انا عيرت معيار الصينية بتاعي اللي بعمل فيها، ونقيت الرز طبعا ونضفته من اي حاجة موجودة فيه. وطبعا هنا بدأت اغسل الرز كويس زي ما انتم شايفين. ده غسيل الرز الفلاحي على اصوله عشان يطلع معانا الرز ابيض ومزنهر كده، ما يبقاش مصفر. لازم الرز يتغسل كويس لحد من المية بتاعته البيضة ديت اللي بتبقى عاملة زي اللبن ما تبقى صافية وتبقى بمية بيضة عادية. انا هنا بدعكه اول فم، طبعا ما بدوس على الحباية جامد عشان الحباية ما تتكسرش معايا، يا دوب على خفيف كده بس بغسله. شايفين ده لون المية بتاعته؟ ده اول فم للرز اهو. انا بغسله 3 مرات واصفيه لحد المية بتاعته ما تبقى مية نظيفة خالص وصافية ما فيهاش اي حاجة. يا ريت اللي بيشوف الفيديو يقول له هو بيتابعني منين ويسيب له البلد بتاعته في كومنت عشان نتعرف على بعض. طبعا انا بنقي الرز الاول، لو في اي طوبة اي حصى او اي حاجة انا بطلعها. هنا الرز بدأ ينضف معايا وبدأت المية بتاعته تصفى زي ما انتم شايفين اهو. بدأت المية بقت تبقى صافية مش بيضة كده. الرز بتاعي نضف اهو، هشطفه اخر شطفة. هو يدوب بس 3 مرات كده لحد المية بتاعته ما تصفى. ما تخافيش، الحباية مش هتتكسر معاكي ومش هتبوش. المهم اهم حاجة في الرز المعمر الغسيل بتاعه. طبعا في ناس بتقول في رز ما بتغسلش، طبعا ده الرز اللي هو بيبقى المعلب اللي هو الرز مستورد، انما ده رز بلدي فعشان كده لازم يتغسل كويس. ده بعد ما نضيف معانا هنجيب بقى معيار الصينية بتاعتي، وبنجيب مقدار معلقة واحدة بس كبيرة من الزبدة او السمنة البلدي بتاعتك او السمنة اللي انتي بتستعمليها عادي، او بندهن قعر الصينية كده زي ما انتوا شايفين. مش بنكتر طبعا السمنة علشان لسه لما يطلع من الفرن لسه هنحط له سمنة زي ما انتوا شايفين. وبننزل بقى بالرز بتاعنا اللي احنا غسلناه اهو بعد ما بنصفيه كويس من المية اهو. ده بيبقى مقدار الرز في الصينية، طبعا على حسب الصينية اللي انت هتعمليها. بيبقى التلت نص الصينية يعتبر الرز، والنص الباقي بيبقى المية واللبن اللي انت بتحطيه. كمية الرز ما بتبقاش كبيرة قوي في الصينية علشان ما يطلعش ني معاكي. يعني انا الصينية بتاعتي دي خدت 3 كوبايات من اللي انا بعبر بيها اللبن، 3 كوبايات رز اهو. بننزل ب3 كوبايات من اللبن زي ما انتوا شايفين اهو. وطبعا بنحط معلقة كبيرة من الملح. بعد طبعا ما حطيت 3 كوبايات من اللبن بنجيب المية بتاعتنا، بنحط حوالي 1.5 كوباية من المية كمان. بنملى بقى باقي الصينية، بنملاه مية لحد زي ما انتوا شايفين كده. وبكده بقى معيار الرز بتاعي اهو. بعد كده بقى بكون مولعة الفرن بتاعي او البوتاجاز بتاعي من تحت ومحمياه كويس، وبدخل الرز فيها على طول.
وزي ما انتم شايفين ده الرز المعمر بتاعنا بعد ما استوى طلعناه من الفرن. هنبدأ بقى ايه شوية سمنة كده ونحط على الرز بتاعنا وننزل بالمعلقة كده وكده بقى احنا حطينا السمنة للرز بتاعنا خلاص، وغطينا عليه شوية وسيبناه يتشرب لمدة 10 دقايق. تعال بقى نغرف الرز بتاعنا شوية كده في الطبق ونشوف جماله وحلاوة الرز بتاعنا المفلفل وطعمه وريحته زي الفل ولا اروع بصراحة، يتاكل من غير اي حاجة جنبه. لو عجبكم الطريقة ياريت تعملوا لايك للفيديو، ومتنسوش تعملوا اشتراك للقناة، وبألف هنا وشفا.